ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا دينا هعمل معاكم النهارده فطير شرقي باللحمه المفرومه، مرق وجميل جدا، ميكس كده ما بين البيتزا والفطير المشلتت. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ومش هياخد معانا اي وقت خالص. احتاجنا معانا نص كيلو دقيق نخليناه كويس جدا، وهنضيف عليه معلقه ملح صغيره، معلقه سكر صغيره، وانا احتاجت معايا كوبايه ونص ميه. هننزل بيهم واحده واحده على الدقيق لحد ما العجينه تلم معانا. طبعا هي كده لسه محتاجه عجن تاني، هكمل فيها عجن لحد ما بقت كده عجينة طرية خالص وناعمة. طبعا لازم نعجن فيها مش اقل من 10 دقايق كاملين. دلوقتي هجيب العجينة بتاعتي هقطعها على 4 قطع، وهعملهم كور كده وهسيبهم على جنب يرتاحوا. طبعا مش اقل من نص ساعة عشان العجينة تبقى معانا جميلة وتتفرد بسهولة متقطعش معانا. ودلوقتي هنبدأ نجهز الحشو بتاعتنا مع بعض. انا كان عندي لحمة مفرومة متعصجة من قبل كده بالطريقة العادية خالص، مش هستخدم الكمية دي كلها، طبعا هستخدم نصها بس، تقريبا ربع كيلو لحمة. وكان عندي 3 حبات فلفل الوان قطعتهم مكعبات، وطماطمايه شلت القلب بتاعها وقطعتها مكعبات برضو. وهستخدم جبنة موتزاريلا وشوية زيتون معانا برضو. دلوقتي هنجيب العجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت. انا سبتها ترتاح ربع ساعة بس هي المفروض تقعد اكتر من كده، مش اقل من نص ساعة. طبعا العجينة كل ما ترتاح اكتر معانا كل ما تبقى انعم وهتفرد معانا بسهولة. انا جبت معانا هنا 4 معالق كبار سمنة عادية خالص وسيحتها. وطبعا قبل ما نبدأ نفرد في العجينة بتاعتنا لازم ندهن الترابيزة او الرخامة اللي هنشتغل عليها كويس جدا بالسمنة عشان العجينة متلزقش فيها. دلوقتي هنبدأ نفرد في العجينة بتاعتنا واحدة واحدة مع بعض كده. اهم حاجة طول ما احنا بنتعامل مع العجينة ايدينا لازم يبقى فيها سمنة عشان نقدر نفردها بسهولة. هنكمل فرد في العجينة بالطريقة دي. طبعا السمنة اللي بنستخدمها لازم تبقى سايحة، ما ينفعش تبقى جامدة عشان نقدر نتحكم في توزيعها على العجينة من بره. لازم نتعامل مع العجينة بقلب جامد شوية، يعني لو اتقطعت حتة معانا مش مشكلة، احنا كده كده هنلمها على بعض. ودي العجينة بتاعتي بعد ما خلصت فردها، شفافة خالص، الترابيزة من تحت باينة من العجينة. طبعا مش هيقدر يفردها للدرجة دي، مفيش مشكلة، هتطلع معانا برضو مورقة وجميلة. هنبدأ ننزل بالحشوة بتاعتنا، اللحمة المفرومة، ونزلت بالخضار والجبن، بس لازم نتأكد ان مفيش اي حاجة فيها مية عشان ما تقطعش معانا العجينة بتاعتنا. ونحاول برضو على قد ما نقدر الحشوة ما تبقاش كتير جدا عشان العجينة خفيفة خالص ومش هتستحمل معانا. انا هنا كنت مكتره الحشوه شويه عشان انا هدخل الطبقات كلها، هعملها فطيره واحده بس حجمها كبير. وبعد ما حطيت الحشوه بتاعتي كده وخلصتها هقفل كل جنب على الجنب التاني. اهم حاجه اقفل على الحشوه بتاعتي كويس جدا، يعني اول طبقه دي لو طلعت شكلها مش مثالي قوي مش مشكله، اهم حاجه الحشوه متقفل عليها كويس. ودلوقتي هنكمل فرد باقي العجين بتاعنا بالطريقه دي، ولازم نزود العجين بتاعنا سمنه على طول عشان يتفرد معانا بسهوله. وكده بعد ما فردتها بالسمك كده هاجي بالسكينة كده هقطعها بالطريقة دي من الجناب. اهم حاجة ما اجيش ناحية الجزء اللي في النص عشان ده اللي هنلم عليه العجينة. ودلوقتي هنجيب الطبقة الاولى اللي كنا محضرينها على جنب، هنحطها على اول العجينة ونفضل نقفل عليها الجناب بالطريقة دي كده. اهم حاجة بين كل رق والتاني نحط سمنة عشان تطلع معانا مورقة وجميلة. وهنفضل نكمل باقي الطبقات كلها بالطريقة دي كده لحد ما نخلصها. ودلوقتي هنجيب اي صاج عندنا هندهنه كويس جدا بالسمنة، هنبدأ نفرد فيه الفطيرة بتاعتنا بالطريقة دي كده. انا كان باقي عندي جبنه موتزاريلا وشويه فلفل وطماطم اللي حشيت بيهم الفطيره حطيتهم على الوش. بس طبعا لازم نتاكد برضو ان مفيش اي حاجه من اللي بنحطها فيها ميه عشان ما تبوظش معانا الفطيره وتقطعها. وبعد ما خلصتها دخلتها الفرن على اعلى درجه حراره، كنت مولعه عليها من تحت بس يا دوب اخدت 10 دقايق، واخر 4 دقايق ولعت عليها الشوايه من فوق عشان تاخد وش.
ودي كده بعد ما خلصت سوا طالعه مورقه وطعمها جميل جدا، حاجه كده ميكس ما بين البيتزا وما بين الفطير المشلتت، طعمها بجد عجب كل اللي في البيت. وكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير. باي باي.